الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. معكم منار جمال الدين من قناتي مع منار. أهلا بكم أعزائي جمهور النادي الأهلي العريق. أحب أتناقش معاكم في موضوع موجود اليومين دولت وداير في الوسط الرياضي بشدة، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين مهاجم، يعني بأقصى طرق الهجوم على النادي الأهلي. ليه؟ بسبب الصفقة بتاعة اللاعب إمام عاشور. صفقة اللاعب إمام عاشور أنا مش شايفة إن فيها أي مشكلة تستحق كل الهجوم ده على النادي الأهلي. طبعا جمهور النادي الزمالك بعضهم قد إيه كان أسلوبهم معانا مش لطيف مع جمهور النادي الأهلي، في بعض من أعضاء النادي برضو كان أسلوبهم مش لطيف مع أعضاء نادي الأهلي بسبب الصفقة. طبعا أنا مش شايفة إن في أي مشكلة إن اللاعب ينتقل من نادي لنادي أو من دولة لدولة. إيه المشكلة؟ ليه؟ معنى ان انا كنادي استقبلت لاعب عندي كان بيلعب في نادي تاني ان انا بعد كده اظهر ان انا نادي ما عنديش مبادئ، ما عنديش اخلاق، ما عنديش اي قواعد ببدا اتحرك عليها زي ما البعض اتهم اداره النادي الاهلي. انا مش شايفه ان في اي مشكله طبعا. وبعدين احنا يعني لو اتكلمنا في موضوع ان في لعيبه من النادي الاهلي انتقلت راحت نادي الزمالك، يعني كتير جدا جدا جدا، القائمه طويله جدا جدا. انا ممكن اذكر لكم اسامي اللاعبين، بعض اللاعبين على مثال ليس على سبيل الحصر. عندنا اللاعب الكبير احمد حسن، ما كان لاعب كبير في النادي الاهلي وساب النادي الاهلي ولما راح نادي الزمالك حد قال حاجه؟ اللاعب ايمن شوقي برده ما كانش لاعب قليل في النادي الاهلي وبرده راح نادي الزمالك، حد قال له حاجه؟ حد عمل حاجه مع جمهور نادي الزمالك؟ ما حدش اتكلم في اي حاجه. الكابتن حسام حسن، وطبعا عندنا القيمه والقامه التاريخ الكابتن جمال عبد الحميد. ما الكابتن جمال عبد الحميد ساب النادي الاهلي وراح نادي الزمالك، حد اتضايق من حاجه؟ لسه جمهور النادي الاهلي برضه بيحبه وبيشجعه، ولما بيشوفه في اي برنامج بيبقى مبسوط بطلته. ايه المشكله؟ دي رياضه يا جماعه وما فيهاش حاجه تزعل وما فيهاش حاجه تضايق. ايه اللي خلى ان جمهور النادي الاهلي ما يعملش زي جمهور النادي الزمالك؟ اللي خلى اداره النادي الاهلي ما تنتقدش وتتكلم باسفاف زي بعض اعضاء نادي الزمالك؟ ايه؟ ان النادي الاهلي هو كيان الاحترام والتقدير. في بعض من جمهور نادي الزمالك بيتعامل معانا كاهلاويه ان الصفقه بتاعت محمود كهربا كانت صفقه فاشله او ان احنا مقلب واحنا شربناه. بالعكس خالص، محمود كهربا في بطوله افريقيا احرز 6 اهداف. محمود كهربا امام القطن الكاميروني احرز 3 اهداف واحنا كنا مطلوب مننا 4. محمود كهربا احنا امام نادي الهلال احرز الهدف الاول اللي فتح الماتش. محمود كهربا امام نادي الوداد احرز الهدف الثاني اللي انهى بيه الماتش. للاعب امام عاشور دوام النجاح والتقدم والتوفيق مع نادي القرن الافريقي النادي الاهلي تحت قياده رئيس مجلس اداره النادي اللاعب الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، الكابتن اللاعب المحترم، وتحت قياده مدير الجهاز الفني مارسيل كولر. اتمنى لك كل نجاح وكل تقدم وكل التوفيق، واهلا بيك في وسطينا يا عاشور. للاسف وقت الحلقه بتاعتنا خلص، لكن طبعا اوعدكم ان شاء الله بفيديوهات تانية بامر الله نتناقش فيها عن موضوعات كتير. احب اسمع ارائكم وتعليقاتكم على الموضوع اللي ناقشناه النهارده في الحلقه. احب جدا اسمع ونتناقش فيها سوا مع بعض. احب اسمع من اراء من الاهلاويه واحب اسمع برضه اراء من الزملكاويه واي حد حتى لو مش اهلاوي ولا من الزملكاوي. احب اسمع رايك في الموضوع. ايه المشكله ان في لاعب في نادي نقل لنادي تاني؟ هل دوت يعيب النادي في شيء؟ هل دوت يخلي نادي كبير زي النادي الاهلي يتقال عليه زي اللي اتقال عليه؟ انا عايز اسمع منكم رد كلكم في الموضوع دوت، واستنى منكم اشتراككم معايا في القناه، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يا ريت تشرفني باشتراككم معايا في القناه وتفعيل زر الجرس، ومستنيه منكم اللايكات والشير. الى اللقاء. وطبعا اتمنى ان انا ما كنتش ابقى تقيله عليكم، واتمنى ان حواري ما كانش طويل عليكم وممل، واستنى المره الثانيه ارائكم وتعليقاتكم. والى اللقاء، نتقابل عن قريب. كان معكم منار جمال الدين من قناتي